تفتكروا ليه بنشتكي من الأسنان في رمضان؟ الكنافة والقطايف المقرمشة في رمضان حكاية، مش بس الحلويات. الصيام بيخلي إفراز اللعاب قليل جدا، ريقك ناشف يعني، واللعاب ده من أهم الأسلحة اللي بتحارب البكتيريا وبتحافظ على الأسنان من التسوس وعلى اللثة من الالتهابات. إيه تاني؟ الناس فاكرة غسيل الأسنان وقت الصيام بيفطر، وده مش صح خالص، بالعكس ده هيضاعف المشكلة. وأخيرا الحلويات. رمضان يعني سكر، السكريات دي اسرع طريق لتسوس الاسنان. تخيل بقى ريقك ناشف وما بتغسلش اسنانك ومديها كنافه. اعمل ايه طيب؟ اول حاجه خف كنافه شويه، بس لو بالمانجا ما وعدكش، وخلي اكلك صحي اكتر من كده. تاني حاجه، لو حسيت ان انت مش قادر تتحكم في غسيل اسنانك بالمعجون وحسيت ان انت ممكن تبلع حاجه، يبقى بلاش معجون واستخدم الفرشه بس او السواك وما تكسلش. حاجه مهمه جدا، نهتم بشرب الميه والسوائل كتير عشان واحنا صايمين رقنا ما ينشفش. بس كده، اشوفكم على خير ورمضان كريم. سلام. يا لطيف فين.